السلام عليكم، اهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اهداف الفيديوهات دي، وكمان ذكرنا نبذة مختصرة عن حساسية الاسنان، والرابط موجود في الديسكريبشن للي حابب يشوف الفيديو. انما النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية مختلفة. الحاجة دي في الحقيقة اللي خلاني اتكلم عنها ان اتعرضت للموقف ده من كام يوم، وشفت تصرف الناس تجاه الموضوع ده، وفي اعتقادات كتير خاطئة ممكن تخلينا نعمل تصرفات احيانا بتكون قاتلة. علشان كده احنا هنتكلم عن الموضوع ده. اللي انا هتكلم عنه النهاردة هو مرض الصرع. ببساطة ليه انا اخترت الموضوع ده؟ لان حضرتك معرض للموقف ده في اي مكان. حضرتك ممكن يحصل معاك مع اي حد، وفجأة سواء كنت بتلعب كورة، سواء كنت في درس، سواء كنت في مواصلات، سواء كنت ماشي في الشارع، او حتى في حادثة، او اي مكان ممكن يحصل قدامك الموقف ده. في الحالة دي لازم حضرتك تكون عارف ازاي هتتصرف، لان في اعتقادات كتير خاطئة اتجاه الموضوع ده. في ناس بتعتقد ان ده جن ومس وعفاريت والكلام ده، لدرجة ان في ناس كمان بتعالجه بالطريقة دي. ما تفعتوا بابا ما تفعتوا ودي ما ملي ودي ما بابا دي ما تفعتوا بابا ما تفعتوا ودي ما ملي وطبعا كل الاعتقادات دي خطأ. مرض الصرع زيه زي اي مرض مزمن، ملوش علاقة لا بالجن ولا بالعفاريت ولا بالمس ولا بالكلام ده خالص. مرض الصرع مرض بيتم تشخيصه عادي وبتحدد علاجه زيه زي اي مرض. وعلشان هدفنا من الفيديوهات دي هو نشر الوعي، تعالى نعرف يعني ايه مرض الصرع وازاي نتصرف لو حصل قدامنا الموضوع ده. حضرتك كل حواس جسمك دي بتتعامل مع مخك عن طريق الاشارات الكهربائية، فلو في خلل في الاشارات الكهربائيه دي ده بيؤدي الى مشاكل عصبيه، وكمان ممكن ينتج عن كده خروج اشارات من المخ بتؤدي الى اضطرابات في الحركه وفي الوعي وكمان في الحس. ومرض الصرع في منه اشكال كتير، والشكل الشائع منه ان هو بيحصل على شكل نوبه من نوبات التشنج. ده المرض ببساطة. طيب ايه المطلوب مني لو حصل قدام الموقف ده؟ حضرتك مش مطلوب منك انك تمسك ايد المريض لو حصل معاه الموضوع ده، او انك تحط حاجة في بقه، او انك تقيد حركته باي شكل من الاشكال. كل المطلوب من حضرتك انك تبعد عنه اي حاجة ممكن يخبط فيها، او اي حاجة ممكن تسبب له صدمات او حتى تجرحه. وكمان تحاول بقدر الامكان انك تحمي راسه من اي خبطة او من اي صدمة. ممكن حضرتك تستخدم مخدة او بطانية، او ممكن ايدك اذا لزم الامر. المهم انك ما تقيدش الحركة بتاعته. ولازم تعرف كمان ان المريض في الحالة دي بيكون فاقد الوعي ومش حاسس هو بيعمل ايه. وبعد ما تخلص نوبة التشنج دي، المريض يا اما انه بيكون في حالة وعي وبيتنفس عادي ومش فاكر ايه اللي حصل معاه، وفي الحالة دي بنضع المريض في وضعية الإفاقة. يا اما انه بيكون المريض في حاله ان هو فاقد الوعي وكمان مفيش تنفس، واحيانا بيكون مفيش نبض. وفي الحاله دي بنضطر ان احنا نعمل انعاش رئوي او انعاش قلبي رئوي. الإنعاش القلبي التنفسي مباشرة. لننظر إلى التقنية التي يجب على المسعف تطبيقها في الإنعاش القلبي التنفسي. سنستخدم الدمية الطبية للشرح. أولا، عليك أن تجلس على ركبتيك إلى جانب المريض في وضعية تسمح لك بتطبيق ضغط عمودي أثناء الضغط على الصدر. ثم حاول تصور مركز الصدر عند المريض، ثم ضع قعر يدك على هذا المكان، وهكذا تضع إحدى اليدين على الصدر فوق القلب، ثم ضع يدك الثانية فوق اليد الأولى. وشابك بين أصابعك، أو يمكنك أن تمسك برسغ اليد الأولى كما يلي، وكلا الطريقتان مقبولتان. وطبعا ما تنساش قبل كل ده انك تكون متصل بالاسعاف، او انك تكون واخد احتياطاتك كاملة، علشان انت ما تعرفش حالة المريض ده ايه، وكمان التصرف الصح يتم معاه. وبما اني انتمي لمجال طب الاسنان، فمريض الصرع له علاقه كبيره جدا بطب الفم والاسنان، ولكن دي ان شاء الله هيكون لها فيديو مستقل بذاته نظرا لحجم الموضوع. لكن ملحوظتين بساط جدا في موضوع طب الاسنان، ان طبعا على حسب حاله المريض ان احنا يفضل ان احنا نستخدم تركيبات ثابته افضل من ان احنا نستخدم تركيبات متحركه. وكمان لو حضرتك استخدمت الاكريل في اي خطه علاج، يفضل ان حضرتك تعمل له رينفورسمنت نظرا لحاله المريض. وطبعا اللي قلناه ده كان نبذة مختصرة عن مرض الصرع، مش كل حاجة عنه، لأن المرض ليه أبعاد كتير،
ولكن علشان هدفنا ان احنا بننشر وعي فبنوصل المعلومة بسيطة بحيث ان حضرتك لو اتحطيت في الموقف ده تعرف تتعامل معاه ازاي او تعرف تقدم مساعدة بطريقة صحيحة على قدر الامكان. ونتمنى ان احنا نكون افدناك ولو بمعلومة بسيطة تقدر تتعامل بيها. وما تنساش لايك وسبسكرايب ودمتم بخير.